هتيجي تقول لي انت زملكاوي فعايش نظرية المؤامرة والكلام اللي بيحصل. لا لا، مش جاي لك من نظرية مؤامرة ولا حاجة. إن لو جاي هيجي لك من نظرية مؤامرة هقول لك ان الفرع الزمالك اللي في 6 اكتوبر الارض بتاعته اتسحبت. واتسحبت ليه؟ لان كان فاضل ايام معدودة وهيبدأ الزمالك يطرح العضويات للفرع ده. والزمالك كان هيدخل مبلغ يمكن يفوق المليار جنيه، تمام؟ كان هيصرف جزء المستحقات اللاعبين والموظفين في النادي وكان الجهاز الفني، وكان هيصرف على باقي الفرق اللي تخص النادي، باقي الألعاب والفرق اللي تخص الألعاب كلها كان هيصرف منها الزمالك. كان الزمالك كان هيرجع يوقف شوية على رجله، ما كانش هيبقى عنده تاخذ مستحقات فاللعيب يتماطل، او الزمالك ما يعرفش يجدد لعيب، او اللعيب ما يأديش بالاداء اللي الزمالك مستني منه عشان اللعيب ما بياخدش فلوس.